الحمد لله الذي يرحم العيون إذا بكت ويرحم القلوب إذا خشعت والنفوس إذا وجلت، الموجود إذا الأسباب انقطعت، والمقصود إذا الأبواب أوصدت، واللطيف إذا الخطوب صدعت. أحمده على صفات ظهرت، وأشكره على نعم ظهرت. ما في الوجود سواك ربي يعبد، كلا ولا مولى سواك يقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها حبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عن اليقين صدرت، وبلسان مسلم موحد نطقت. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله والفتنة قد احتدت، والحاجة قد اشتدت، ويد الضلال قد امتدت، وظلمات الظلم قد اسودت، وبلغت الجاهلية غايتها وجحدت. فجاء واصطف من كل الشعوب خيارها، يتسابقون فمن يكون السيدا، وتلفتوا في كل صوم علموا، يجدون في تلك المسيرة قائدا. فإذا بمكة أعلنت أن الذي تعبونه ما كان إلا رحمة، فتقدموا وضعوا الأكف بكفه عهدا على الدرب الطويل وموعدا. وارض اللهم عن الآل والصحب الكرام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم وطاعته، فإن التقوى هي الصراط المستقيم وهي السبيل القويم. فمن استمسك بالتقوى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أما بعد، فيا معاشر المسلمين الكرام، أحببت أن أتحدث مع حضراتكم مستعينا بالله عز وجل عن موضوع هام، بل عن داء خطير، بل عن داء عوال يميت القلوب ويطفئ نور الإيمان ويقطع الصلة بالله عز وجل. هذا الداء لا يخشع لآية ولا يلق لموعظة ولا يتأثر ببكاء تائب. داء يجعل القلب غليظا صلبا مظلما، داء يجعل الحبيب حيران. أتعرفون ما هذا الداء؟ والله إنه قسوة القلوب. وما أدراك ما قسوة القلوب؟ وقلبي إذا ما الليل هام سكونه تراه
شغفا والذكر فيه مضال تعاهدته بالبكاء فما رقب يا ليته للنور كان يضال وكم نالت الآيات فيه فما بكى كأن به داء عضالا يقال فيا رب هذا القلب منك هبة فلا تجعل النور عنه يزال قسوة القلوب أيها المسلم الغالي والحبيب أتريد أن تعرف مكانتك في قبرك فانظر إلى مكانتك في قلبك عند الله عز وجل القلب وما أدراك ما القلب وما سمي الإنسان إلا لنفسه وما القلب إلا أنه يتقلب فإلى متى يا مساة القلوب والله ما أصاب الأمة من شقاء ومشاكل في مجتمعاتنا ورسلنا وبيوتنا وعوائلنا إلا بسبب قسوة القلوب هذه القلوب القاسية التي ما عادت تهتم لأمر المسلمين إن القلوب القاسية لا تبكي وإن القلوب الميتة لا تدعي ولا تشعر بجلال الله ولا تلك عند الموعظة إنها قسوة القلوب والله جل وعلا ينادي علينا يا قساة القلوب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله نداء وتهديد ووعيد من قبل الله عز وجل تعالوا لننظر إلى حال قلوبنا كم نسمع من القرآن فلا نخشى وكم نمر بآيات الوعيد فلا نخضع وكم نسمع عن الموت والقبر والصراط والميزان فنحن نتأثر وإلى الله نرجع إنها والله قسوة القلوب يا قسوة القلب ما لي حيلة فيك ملكت قلبي فأضحى شر مملوك حجبت عني إبادات الخشوع فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك والله أبعد القلوب من الله تعالى هي القلوب القاسية فإلى متى يا قساة القلوب يا من قسى قلبه ألم تسمع إلى قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يا من قسى قلبك وتغلب قلبك بالقسوة ألم تسمع إلى عتاب الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سيدنا عبد الله بن مسعود يتكلم عن هذه الآية يقول والله لم يكن بين إسلامنا وعتاب ربنا لنا إلا 4 سنين فتغيرت القلوب فأين القلوب الخاشعة أين القلوب الموحدة المنكسرة أين القلوب الآيبة الراجعة إلى خالقها إلى متى يا قساة القلوب أيها الكرام
حينما قست قلوبنا فقدنا كثير من عناوين حياتنا ومن عناوين مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا وكرمنا وجودنا وسخائنا، إنها بسبب قسوة القلوب. فيوم أن قست القلوب أحللنا ما حرم الله، أحللنا ما حرم الله، أكلنا الربا ووقعنا في الزنا ونطقنا بشهادة الزور وأكلنا الحقوق وأكلنا الميراث وتطاولنا على حدود الله. قسوة القلوب. فيوم أن قست قلوبنا تقاسم الجار مع جاره، تجبر الابن على أبيه، تباعد الآباء على الأبناء، تجبرت البنات على الأمهات. قسوة القلوب. يقول أحد السلف: والله أصبحت أرى أثر معصيتي بأخلاق زوجتي. قسوة القلوب داء تنتشر من الآباء والأمهات إلى العوائل إلى الأبناء. قسوة القلوب. والله ما عذب عبد بمثل قسوة القلب والبعد من الله عز وجل. ويوم أن قست القلوب صار الحرام حلالا وعادا وعرفا، وصاحب هذا القلب القاسي لا يحرم حراما ولا يحل حلالا ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينكر باطلا، بل صار ينغمس فيه، يأكل الميراث ويأكل الحقوق ويتطاول على حدود الله ويكفر بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجسد يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ولكن إذا فسدت فسد الجسد كله. ثم يخبرنا بأمره وحكمه. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. قسوة قلب. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، نضف قلبه، طهر قلبه. لكن إن عاد وزاد عليها صارت تعلو قلبه. فذلك القرآن الذي أخبرنا الله عنه في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها المسلم، يوم أن قست القلوب
رقة القلوب ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه في سفر، فإذا به يستظل تحت ظل شجرة، وإذا بطائر يسمى الحمار يطير ويرفرف بجناحيه فوق رأس النبي، وكأنه يخبر النبي أن أحد أصحابه قد غسى قلبه وأخذ أفراخه، فإذا برسول الله ينادي بأصحابه: من فجع هذه بأفراخها ردوا عليها أفراخها. الله الله، أي رقة قلب هذه! وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الكرام، نحتاج إلى رقة القلوب في واقعنا ومجتمعنا، بل بأسرنا وعوائلنا. علينا أن نغرسها في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب عوائلنا، فرقة القلوب هي نهج النبيين والمرسلين. غلام يهودي يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذات يوم مرض ذلك الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره، فوجده طريح الفراش وقد بدت عليه علامات سكرة الموت، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإذا بالغلام ينظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم فارق الحياة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لماذا؟ سمع كلام أبيه. فنحتاج اليوم أيها السادة من الآباء أن يزرعوا رقة القلوب في أبنائهم، أن يجلسوا مع أبنائهم وأسرهم وعوائلهم برقة قلوب يخالفونهم. فنحن نرى اليوم من الآباء يتكبرون على الأبناء، فصارت أخلاقهم بأخلاق أبنائهم، وحاشا قلوبهم. فأين رقة القلوب؟ قال الله تعالى: قسوة القلوب لم تأتي فجأة، وإنما هي بكثرة تراكم الذنوب والمعاصي، بسبب الابتعاد عن الله والإعراض عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن وعن المساجد، والانشغال بالدنيا وملذاتها، ونسينا الآخرة. فيا أيها الكرام، الداء فينا والدواء بأيدينا، لنأخذ بعضا من الدواء. عسى الله أن يرق قلوبنا ونعود إلى الله جل وعلا. فمن هذا الدواء هو التوبة النصوح إلى الله عز وجل، الإقبال على الله تعالى بالصلاة. لكن لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. داء يقول عنه جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وبنفسها يعطينا الدواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقسوة القلوب تذهب بقراءة القرآن، قسوة القلوب تذهب بذكر الله، قسوة القلوب تذهب بالسعي إلى المساجد، قسوة القلوب تذهب بالإقبال على الله جل وعلا. أيها الكرام، قسوة القلوب لم تكن من مبادئ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سلفنا الصالح، وإنما هي صارت بسبب ما نحن به من الإدبار والإعراض عن الله. فرقة القلوب لا بد أن تكون بين
الجار وجار